قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. عباد الله، تأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم، فهذا شهر شعبان سيحل عليكم قريبا، فاحرصوا على التأسي بنبيكم عليه الصلاة والسلام، وأكثروا من الصيام في هذا الشهر الفضيل. وقد بين صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه بأن شهر شعبان شهر يغفل الناس عنه، لأنه يا عباد الله بين شهر حرام وهو رجب وشهر الصيام الذي هو رمضان، فاشتغل الناس بهما عنه فصار مغفولا عنه. ولهذا قال العلماء: هذا فيه دليل على استحباب عمارة أوقات الغفلة بطاعة الله عز وجل، وأن ذلك محبوب لله سبحانه وتعالى.